من كتاب قوة عقلك الباطن للدكتور جوزيف ميرفي، نقرأ لكم البداية. كيف يحقق هذا الكتاب المعجزات في حياتك؟ بصوت مروة مدين. لقد شاهدت معجزات تحدث لرجال ونساء من جميع الطبقات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وسوف تحدث لك أيضا معجزات عندما تبدأ في استغلال القوة الرهيبة لعقلك الباطن. ويهدف هذا الكتاب إلى أن يعلمك كيفية تشكيل نمط تفكيرك العادي وخيالك لمصيرك، فشخصيتك تتحدد حسب ما ترى نفسك في عقلك الباطن. هل تعرف الإجابات؟ لماذا يوجد إنسان سعيد وآخر حزين؟ ولماذا يوجد إنسان فرح وثري وآخر بائس فقير؟ ولماذا هناك إنسان خائف وقلق وآخر مليء بالثقة والإيمان؟ ولماذا يوجد إنسان يمتلك منزلا فخما وجميلا بينما يوجد إنسان آخر يحيا بالكاد في حي مزدحم فقير؟ ولماذا يحقق إنسان نجاحا باهرا بينما يفشل إنسان آخر فشلا ذريعا؟ ولماذا يوجد إنسان مفوه يحظى بالشهرة بينما يوجد إنسان آخر مغمور يعيش حياة عادية؟ ولماذا يوجد إنسان عبقري في عمله أو مهنته بينما يوجد إنسان آخر يكدح طوال حياته دون أن يفعل أو يحقق شيئا يساوي ما بذله من جهد ووقت؟ ولماذا يشفى إنسان من مرض عضال ولا يشفى منه إنسان آخر؟ ولماذا يعاني العديد من الأشخاص الصالحين والمتدينين من عذاب روحي وجسدي لا حد له؟ ولماذا يحقق العديد من الأشخاص غير الصالحين غير المتدينين نجاحا وازدهارا ويتمتعون بصحة وافرة؟ ولماذا يحظى شخص بحياة زوجية سعيدة ولا يحظى شخص آخر بها ويشعر بالتعاسة وخيبة الأمل؟ هل توجد إجابة عن تلك الأسئلة من خلال المساعدة التي يقدمها لك عقلك الواعي وعقلك الباطن؟ من غير ريب توجد إجابة لذلك. سبب تأليف هذا الكتاب، إن ما دفعني وحثني إلى تأليف هذا الكتاب هو الرغبة الملحة للحصول على إجابة وتفسير للتساؤلات السابقة وأسئلة عديدة أخرى مشابهة. ولقد حاولت أن أشرح باستخدام أبسط لغة ممكنة الحقائق الجوهرية والأساسية للعقل، وأعتقد أنه من الممكن شرح وتفسير القوانين الجوهرية والأساسية للعقل والحياة باللغة التي نستخدمها في حياتنا اليومية العادية. وسوف تجد أن اللغة المستخدمة في هذا الكتاب هي اللغة التي تقرأها في الصحف اليومية والمجلات الدورية وفي مكان ورشة العمل اليومية. ستعمل على قراءة ودراسة هذا الكتاب وعلى تطبيق التقنيات التي جاءت به، وعندما تفعل ذلك سأشعر بالاقتناع التام بأنك سوف تصنع المعجزات. إنها قوة تنتشلك من الاضطراب والبؤس والفشل، وترشدك في الوقت ذاته إلى مكانك الحقيقي، وتحل الصعوبات التي تواجهها، وتبعدك عن استرقاق العاطفة والجسد لك، وتضعك على طريق يوصلك إلى الحرية والسعادة وراحة البال. وتستطيع هذه القوة التي يمتلكها العقل الباطن لفعل المعجزات أن تشفيك من المرض وتعطيك الحيوية والقوة من جديد. وبتعلمك كيفية الاستفادة من قوتك الداخلية سوف تخرج من باب سجن الخوف لتدخل باب الحرية الرائعة. تحرير القوة التي تصنع المعجزات. إن الشفاء الذاتي للجسم سيظل أكثر الأدلة إقناعا على وجود قوة العقل الباطن. فمنذ أكثر من 40 عاما مضت شفيت من مرض خبيث يطلق عليه طبيا اسم السرقوم، عن طريق استخدام قوة الاستشفاء لعقل الباطن التي لا تزال تحافظ علي وتدير كل وظائف جسمي الحيوية. ولقد شرحت في هذا الكتاب الطريقة التي طبقتها للاستشفاء، وأنا على ثقة من أن هذه الوسيلة سوف تساعد الآخرين على أن يثقوا في وجود الشفاء المطلق الموجود في أعماق العقل الباطن لنا جميعا. وقد اكتشفت فجأة ومن خلال زياراتي الودية لصديق لي يعمل طبيبا أنه كان أمرا طبيعيا أن أؤمن بأن الخالق المبدع الذي كون أعضائي وشكل جسمي وجعل قلبي يدق يستطيع أن يشفي ما صنعت يداه. وتقول الحكمة المأثورة: الطبيب يعالج والشفاء على الله. تحدث المعجزات عندما تصلي بصدق.
يطلق على التفاعل المنسجم لمستويات كل من العقل الواعي والعقل الباطن الموجهة علميا لغرض معين، الصلاة العلمية. وسوف يعلمك هذا الكتاب الطريقة العملية التي تستطيع بها أن تنزع الغطاء عن عالم القوة المطلقة الذي بداخلك، لكي تتمكن من الحصول على ما تريد حقيقة في حياتك. فأنت ترغب في حياة أكثر سعادة وكمالا وغنى، فعليك إذن أن تبدأ في استخدام تلك القوة التي تصنع المعجزات لكي تجعل حياتك اليومية سهلة، وتحل مشاكل العمل، وتحقق الانسجام في علاقاتك الأسرية. تأكد من قراءتك لهذا الكتاب عدة مرات، وسوف تشرح لك الفصول العديدة كيف تعمل هذه القوة الرائعة، وكيف يتسنى لك إخراج الإلهام والحكمة الكامنة في داخلك. اتبع الوسيلة العلمية الجديدة في استكشاف المعين الذي لا ينضب. اقرأ هذا الكتاب بعناية وبجد وبشغف، وأثبت لنفسك أن هذه الطريقة المذهلة يمكن أن تساعدك، وأعتقد أنها ستكون نقطة تحول في حياتك. كل إنسان يصلي. هل تعرف كيف تصلي بصدق؟ وما المدة التي تقضيها عندما تفعل ذلك كجزء من نشاطك اليومي؟ في حالة الطوارئ، وفي وقت الشدة والاضطراب، وفي المرض، وعندما يندس الموت بيننا، يتدفق الدعاء والصلاة منك ومن أصدقائك. وما عليك إلا أن تتصفح جريدتك اليومية لترى الصلوات والدعاء والتضرع التي يتمتم بها أفراد الشعب من أجل طفل أصيب بمرض عضال لا يرجى شفاؤه، ومن أجل أن يحل السلام بين الدول، ومن أجل مجموعة من عمال المناجم لم يستطيعوا الخروج من أحد المناجم التي غمرتها السيول، وبعدما نجوا قالوا إنهم ظلوا يتضرعون ويصلون وهم ينتظرون النجاة. لا شك أن الدعاء والصلاة يمثلان العون المتاح بشكل دائم، والذي تلجأ إليه وقتما يشتد عليك الكرب، ولكن لا يجب عليك أن تنتظر وقوع البلاء لتجعل الدعاء والصلاة جزءا من حياتك، وتتصدر الاستجابات المفاجئة والمثيرة للدعاء والصلاة والتضرع العناوين الرئيسية في الصحف، وهي دلائل واضحة على أثر الصلاة والدعاء. ولكن ماذا عن شكر الله على نعمه والدعاء الخالص والذي يتقرب به الإنسان إلى ربه؟ من خلال عملي مع الناس واتصالي بهم، أصبح من الضروري أن أبحث عن الطرق المختلفة للدعاء والصلاة والتضرع، ولقد جربت تأثير قوة التضرع والصلاة في حياتي الخاصة، وتحدثت وعملت مع أناس استفادوا بشكل عظيم عن طريق تضرعهم وصلاتهم. وتكمن المشكلة في كيفية تعليم الناس طريقة الصلاة والتضرع، فعندما يقع الإنسان في ضائقة يجد صعوبة في التفكير والتصرف بعقلانية، فهو يحتاج إلى صيغة سهلة يتبعها وإطار واضح وبسيط ومحدد. ميزة فريدة يتمتع بها هذا الكتاب. الميزة الفريدة التي يتمتع بها هذا الكتاب هي المنهاج العملي الواقعي الذي يسير عليه، وبين يديك الآن تقنيات ووسائل تتسم بالبساطة وسهولة الاستخدام، والتي تستطيع أن تطبقها في أيام العمل والأيام العادية. ولقد علمت هذه الوسائل البسيطة لرجال ونساء في جميع أنحاء العالم. المميزات الخاصة لهذا الكتاب ستروق لك، لأنها تشرح سبب حصولك على استجابة عكسية لما دعوت به. سألني الكثير من الناس في أنحاء العالم آلاف المرات: لماذا أتضرع وأدعو كثيرا ولا يستجاب لي؟ ستجد في هذا الكتاب الأسباب وراء هذه المشكلة العامة، وستجد الوسائل العديدة في التأثير على العقل الباطن لتحصل على الإجابة الصحيحة التي تجعل لهذا الكتاب قيمة غير عادية وتمنحك المساعدة اللازمة وقت الشدة. بماذا تؤمن؟ ليس ما تؤمن به هو ما يتحقق نتيجة للتضرع والصلاة، فالاستجابة للتضرع والصلاة تنتج عندما يستجيب العقل الباطن للصورة الذهنية أو الفكر في العقل الواعي للإنسان. وهذا الاعتقاد أو الإيمان هو المبدأ الأساسي لجميع الأديان في العالم، وهو السبب في أن كل الأديان صادقة وحقيقية تتقبلها النفس. فالصلوات والتضرعات تستجاب بغض النظر عن العقيدة، فكيف يمكن لهذا أن يحدث؟ الإجابة لا تكمن في عقيدة بعينها أو ديانة ما أو أداء شعائر أو طقوس معينة أو تقديم قرابين أو التلفظ بأدعية بعينها، وإنما تكمن الإجابة في الإيمان أو القبول العقلي لما يصلي من أجله الناس. فقانون الحياة هو قانون الاعتقاد،
ويمكن اختزال الاعتقاد كفكرة في عقل الإنسان. وبما أن الإنسان يفكر ويشعر ويؤمن، فإن ذلك يرتبط بحالة عقله وجسده وبيئته. وأية وسيلة أو منهاج مؤسس على فهم ما تفعله وسبب قيامك به سوف يساعدك على أن تجعل العقل الباطن يجسد لك جميع الأشياء الطيبة في الحياة. وبشكل جوهري فإن الدعاء المستجاب هو تحقق ما يتمناه القلب. التمني هو الدعاء. يتمنى كل امرئ الصحة والسعادة والأمن وراحة البال وصدق الحديث، ولكن الكثير يفشل بشكل جلي في تحقيق نتائج محددة. وقد اعترف أحد أساتذة الجامعة لي ذات مرة قائلا: أعرف أنني إذا غيرت من طريقة تفكيري وأعدت توجيه حياتي العاطفية فإن مرض القلب الذي أعاني منها لن يعاودني، ولكن ليس لدي أي وسيلة أو منهاج أو طريقة للعمل لتحقيق ذلك، وعقلي ينشغل بالتفكير في كثير من اهتماماتي، وأشعر بالضجر والضيق وخيبة الأمل والتعاسة. فهذا الأستاذ الجامعي يتمنى أن يتمتع بصحة جيدة، واحتاج لمعرفة الطريق الذي يسلكه عقله ليجعله قادرا على تحقيق رغبته كاملة. ومن خلال ممارسته لطرق الاستشفاء المشروحة في هذا الكتاب قد أصبح في أتم صحة وعافية. كل الأشخاص لديهم طريقة تفكير واحدة. إن القوة التي تحقق المعجزات التي يمتلكها عقلك الباطن موجودة قبل مولدك ومولدي، وقبل وجود أي دار عبادة في العالم. وتاريخ الحقائق الأبدية العظيمة ومبادئ الحياة يسبق جميع الأديان. ومن خلال هذه الأفكار الموجودة في العقل، فإني أحثك في الفصول القادمة لهذا الكتاب على أن تتشبث بهذه القوى الرائعة والتي لها قدرة تحويلية، حيث إنها سوف تضمد الجراحة الجسدية والروحية، وترشد عقلك الذي يستحوذ عليه الخوف إلى طريق التحرر، وتجردك بشكل كامل من قيود الفقر والفشل والتعاسة والعوز والإحباط. وكل ما عليك أن تفعله هو أن تلتحم عاطفيا وذهنيا مع الخير الذي تتمنى تجسيده، وتبعا لذلك سوف تستجيب القوة المبدعة لعقلك الباطن. ابدأ الآن واليوم، ودع العجائب والمعجزات تحدث في حياتك، وواصل واستمر حتى يزول الظلام وينبثق نور الفجر.